السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في القناة. ان شاء الله اليوم غنشارك معكم هاد الملاوي ديال زمان اللي كانوا امهاتنا كيوجدوا لنا في رمضان، كيجيو رائعين وجد بسيطين، ما فيهمش الخدمه، ما فيهمش بزاف ديال المكونات. هنا عندي واحد 5 ديال البصلات، غادي نديرهم في هاد الهشوار. اللي ما عندهاش الهشوار تقطعهم غير بالموس. من بعد ما قطعتهم في الهشوار غنزيد لهم زيت الزيتون، وغادي نخلي هاد البصل يتشحر ليا حتى نشوفو بدا كيتحمر ليا، وغنزيد عليه مكونات اخرى. هنايا غادي ناخد واحد 3 ديال الجزرات وواحد النص فلفله، وغادي نديرهم حتى هما في الهشوار. من بعد ما تشحرت ليا البصله غنزيد عليها هاد المكونات. هاد الوصفه كتجي رائعه وجد بسيطه بمقادير قليله. امهاتنا كانوا كيعيشوا على البساطه، وكان عندهم طبخ رائع، وكان المذاق صراحه شي حاجه طب. من بعد ما غادي نديرو هاد الجزر مع فلفله على البصل، غادي نضيفو ليه مكونات اخرى. هنايا غادي ناخد التوابل. هنايا واحد نصف ملعقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال قزبور، حبوب القزبور. هنايا شويه ديال الفلفل الاسود اللي هو الابزار، شويه ديال البابريكا الفلفل الاحمر الحلو، واللي بغى حتى الحار يديروه، حتى الحار كتجي زوينه هاد الوصفه. مي حنايا ما كنقدرش على الحار، كنتفاداه. وغندير واحد شويه ديال الكمون، غير واحد شويه، غير واحد قبصه ديال الكمون. من بعد غادي نحركو هاد التوابل تخلط لينا مع هاد الخضره. هنايا معلقه صغيره ديال الزعتر كيعطيها مذاق رائع. كنعقل ملي كنا عند امهاتنا ملي كنا مازالين صغار، كنا كنديروا هاد الوصفه هادي، صراحه كانت رائعه. هنايا غادي ناخد واحد المعلقه عامره ديال القزبره، اللي عندها حتى القزبر كتير ممكن دير واحد 3 المعالق، كيعطيها مذاق زوين. هنايا واحد 4 المعالق ديال بقدونس او 5، يعني حتى البقدونس كل ما كترناه والقزبر كل ما كيعطي مذاق زوين. هاد الملاوي كيبغيو القزبر والمعدنوس يكونوا مزيان. صافي، وغادي نخلي هاد الخليط ديالي حتى يطيب ليا مزيان، ونطفي عليه النار. من بعد ما طيبناه مزيان غادي نحطوه في واحد الاناء ونخليوه، ولا واحد الصحن، حتى يبرد لينا مزيان، باش ملي نبقاو نخدمو به الحشوه ديالنا
في الملاوي ديالنا تكون بارده ما تكونش سخونه. هنايا دابا غادي ندوزو للعجين. هنا العجين غادي ناخد واحد ملقه كبيره ديال الخميره، غنضيف ليها واحد شويه ديال الماء باش تذوب ليا. هاد الطريقه اللي كانوا كيديروا امهاتنا في الزمان ديما كيذوبوا الخميره في الماء، عاد كيديروا الماء يكون غير شويه دافي، غير شويه شويه، ما يكونش دافي بزاف، واحد شويه مهرس شويه البروده لا غير. هنايا عندي واحد 3 الكؤوس ديال الدقيق، كؤوس ديال 100 غرام ديال الدقيق. هنايا عندي كأس ديال الفينو دقيق الصلب، وغادي نجمع بالماء، وغادي نضيف الملح حسب الذوق. صافي، وغادي نبقى نجمع بالماء شويه بشويه حتى نشوف العجين ديالي تجمع ليا. صافي نحبسوا الماء، ما نرخيوش عاوتاني بزاف بالماء. هنا من بعد ما علكت مزيان الخليط، غادي نشد واحد الاناء نضيف ليه زيت الزيتون ولا اي زيت عندكم، وغادي ناخد هذيك العجين ديالي وغادي نحطو فيه على هذا الشكل. كما كتلاحظوا العجين كيجي بهذا القوام هذا، كيلصق شويه في الاصابع باش كنخدموا به من بعد الملاوي ديالنا كتكون العجينه رطبه. صافي، وغادي نخليه نغطيه ونخليه يخمر ليا حتى يضاعف الحجم ديالو، عاد نرجعو نخدمو به. من بعد ما خمر على هذا الشكل كناخدو زيت الزيتون ولا اي زيت عندكم بدون زبده. هذا كنخدموه بدون زبده، ما كيحتاجش الزبده. هاد الملاوي عامرين بالبصله الخضراء، كنكتفي فقط غير بالزيت. انا كنفضل زيت الزيتون. صافي، وغادي نوضع واحد شويه الزيت، وغادي ناخد العجين نبقى نشكل منه كويرات، يعني كويرات صغار ما يكونوش كبار. من بعد غادي نغطيوهم غير واحد شويه ترتاح لينا ديك العجينه، غير واحد بعد 4 دقائق. صافي، ونرجعو نخدموه. هنا غادي ناخد اول خبيزه عندي. صافي، وغادي نبقى ندير لها الزيت ونبقى نسرحها على هذا الشكل. كما لاحظتوا العجين كيجي مسرح على هذا الشكل هكا. صافي، مجرد ما كنسرحوه مزيان غادي ناخدو واحد شويه ديال الحشوه وغنوضعوها
في الوسط بهذه الطريقة، وغادي نزلعوها كاع في هذا في الوسط ديال ديك الملاوي اللي عندنا على هذا الشكل. كتجي رائعة هاد الوصفة مع الشوربات، مع الحريرة، مع اتاي، كتجي رائعة. صافي وكنلويو على هاد الشكل، كنطويو على هاد الشكل، وغادي نحطوها جانبا وناخدو واحدة اخرى. وهاد القبيزة هادي حتى هي غادي نضربها بالزيت، نسرحها مزيان، وغادي ناخدو فيها ونديرو فيها واحد شويه ديال الحشوه حتى هي باش نعطيوها المذاق حتى هي ديال الخضر. وغادي ناخدو الملويه ديالنا، الجهه اللي مطويه هي اللي غنردو لتحت كما لاحظتوا على هذا الشكل، وغادي نطويو على هذا الشكل هكا، وغادي نسرحو الجوانب ونطويوهم. على هذا الشكل هكا صافي، وغادي نستمر على الطريقه حتى نسالي. في هذا الاثناء عندي المقله كتسخن مزيان، وغادي ندهن اول ملويه، وغادي نحاول نسرحها غير بشويه باش ما يخرجوش الحشوه اللي كتكون داخل. كما لاحظتوا كنسرح الملويه ديالها غير بشويه باش نحاول ما امكن الحشوه ما تخرج لياش منها. انايا من بعد ما سخنت لينا المقله كنرشو فيها واحد شويه الزيت، وغادي نحطو فيها اول ملويه، ونحاولوا ما امكن نسرحوها واحد شويه باش ما تجيناش غليظه من الداخل على هذا الشكل هكا. صافي، ونخليها غير تحمر ليا شويه من التحت ونقلبوها. النار تكون متوسطه، ما تكون عاليه، ما تكون منخفضه كما لاحظتوا. صافي، وغادي نقلبها. هنايا من بعد ما تحمرت ليا من هاد الجهه كنقلبها من الجهه الاخرى حتى تاخذ ليا اللون الذهبي، وكنحيدها. كنبقاو كل مره كنقلبوها. من بعد ما تحمرت ليا خدت ليا اللون الذهبي على هكا، ما خليوهاش تحرق باش ما كان يجيش مذاق فيها زوين،
يعني غير كالذهب كنحيدوها. هنايا من بعد ما خدت لي هاد اللون لاحظوا كنحيدوها صافي، وكنديرو اخرى وغنبقاو على الطريقه حتى نساليو. كما لاحظتوا كانت هذه هي النتيجه الاخيره. الملاوي كيجيو رائعين وخفاف وكيجيو بواحد المذاق خطير خطير خطير. كانت هذه هي الوصفه اللي قدمت معكم، وصفه ديال امهاتنا البساطه والمذاق.